ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى هند حمد. هعمل معاكم النهارده كيك الفراوله من شركه مايوي. كنت عملت معاكم قبل كده طريقه عمل كيك الفراوله من شركه مايوي تبع الفيديو على القناه. هعمل معاكم النهارده كيك الفراوله من شركه مايوي بس بطريقه مختلفه شويه عن اللي عملتها معاكم قبل كده. زي طريقه كيك الحليب التركيه. تمام، اللي هي القشطوطه بالمصري. تمام. عشان اعمل كيك الفراوله من شركه مايوي هحتاج نصف كوب لبن، وهحتاج 5 معالق زبدة لينة أو سمنة حسب الموجود عندك، وهحتاج 3 بيضات. هجيب بقى بولة كبيرة عشان ابتدي بقى ايه اخلط المكونات فيها. جبت بولة كبيرة كده زي ما انتم شايفين، حطيت ال3 بيضات. هحط بقى ايه نص كوباية لبن. هحط نص كوباية لبن، وبعد كده احط بقى ايه 3 معالق سمنة. تمام، المفروض 5 معالق بس انا بحب بس انا بقلل مادة الدنيا على قد ما اقدر، فهحط ايه 3 معالق سمنة. حطيت 3 معالق سمنة بلدي. هبتدي بقى ايه اضرب كل المكونات مع بعض لحد لما كل المكونات ايه تمتزج مع بعض. ضربت كل المكونات بالهاند بلندر كده زي ما انتم شايفين. مهم جدا يا جماعه يكون البيض فاير كده، كل المكونات فايره كده، مهمه قوي النقطه دي. ده بيضمن نجاح الكيك. هبتدي بقى ايه اضيف كيك الفراوله من شيك ماوي. ضفت خليط الكيك كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اخلط كل المكونات مع بعض كده بالمضرب اليدوي لحد لما كل المكونات ايه تمتزج مع بعض. ضفت حبة لبن كده صغيرين خالص. هبتدي بقى ايه اخلط تاني. خلطت كل المكونات كده زي ما انتم شايفين. خلاص قوام الكيك يا جماعة ما بين الخفيف والتقيل. لو القوام اخف من كده بتزودي دقيق، لو القوام اتقل من كده بتزودي لبن. تمام، ده قوام الكيك. ده قوام مثل الكيك بيكون ما بين الخفيف والتقيل. هجيب صينية مقاس 24. تمام، دهنها بالسمنة كده زي ما انتم شايفين. خلاص دهنها بالسمنة، ودهنا كمان الأطراف زي ما انتم شايفين كده. خلاص هبتدي بقى ايه اضيف خليط الكيك. ضفت خليط الكيك كده زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى ايه اقدر اخبط الصينيه كده مرتين تلاتة عشان اطلع كل ايه الفراغات اللي فيها. تمام، وهدخلها في فرن على درجه حراره 180. تمام، مسبق التسخين، يعني لازم اكون ايه مولعه الفرن قبلها. تمام، قبل ما ادخل الكيك فيه. تمام، من 40 ل 45 دقيقه. تمام، بختار بالسكينه. لو السكينه طلعت نظيفه يبقى كده الكيك استوى. لو السكينه طلع فيها اي حاجه يبقى كده الكيك ايه ناقص سوا. هما كمان كاتبين خطوات التحضير كده زي ما انتم شايفين كده، طريقة التحضير اهو. هدخلنا فرن وبعد كده ايه ارجع لكم. ده شكل كيك الفراولة بعد ما طلعت من الفرن. بالظبط خدت معايا في الفرن 40 دقيقة. اختبرتها بالسكينة، لقيت السكينة طلعت نظيفة، عرفت ان الكيك استوى. شغلت عليها الشواية، يا دوب خدت لون من فوق زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى ايه طلعتها من الفرن. هسقيها بلبن، بس مش هسقيها لبن عادي، هسقيها لبن بالفراولة. تمام، عشان اعزز نكهة الفراولة. هسقيها بالظبط 2 لبن بالفراولة، 2 عبوة لبن بالفراولة من مراعي زي ما شايفين كده. مهم جدا يا جماعة تتسوي وهي سخنة، واللبن يكون ايه يا ساقع يا دافي. سقيت لبن بالفراولة كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اغطيها ايه شوية، وبعد كده بقى ايه هزوقها. غطيتها 5 دقايق كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اقلبها عشان ازوقها. دي حافظة كيك. هقلبها بقى ايه في حافظة الكيك عشان ايه بعد ما ازوقها هشيلها في التلاجة. ده شكلها بعد ما قلبتها في حافظة الكيك كده زي ما انتم شايفين.
هبتدي بقى ايه، هروح اعملها ايه كريم شانتيه وازوقها. هزوق كيكه الفراوله بكريم شانتيه فراوله من شركه ماي واي، كريم شانتيه طعم الفراوله. عشان اعمل كريم شانتيه طعم الفراوله من شركه ماي واي تمام، هضيف لمحتويات العبوه فنجان لبن مثلج 125 مللي من اللبن. ضفت كريم شانتيه فراوله كده زي ما انتم شايفين. انا هضربه بالهاند بلندر، لو عندك مضرب كهربائي مفيش مشكله. هضيف بقى ايه فنجان من اللبن المثلج، وابتدي بقى ايه اضرب كل المكونات مع بعض. ضربت الكريم شانتيه لحد لما كل المكونات تتمزج مع بعض كده زي ما انتم شايفين. هضيف بقى اضيفه ايه للكيكه. هضيف كريم شانتيه للكيكه كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اوزع كل كميه. ده شكل كيكه فراوله بعد ما زوقتها. قدموا بقى الفن وشفا. انا زوقتها بكريم شانتيه فراوله وجوز الهند. ممكن تزوقيها بالقطع الفراوله، بس انا ما كانش عندي فراوله. ممكن تزوقي المكسرات، ممكن تزوقي بصوص الشوكولاته، ده حسب ما تحبي انتي. ان شاء الله تجربوا تعملوها بالطريقه اللي عملتها معاكم وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك فيديو لا تشترك في القناه، وريت تدعموا بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.